وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله. ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة. ومن يؤمن بالله أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إليه أو أن يسيطر عليه أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط يعني، لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل.